بسم الله. سبحان الله ولا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طبعا روتين الفجرية، روتين مصري. روتين الست المصرية. روتين جديد. صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم. بص، ببدأ يومي طبعا في عز بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. بيبدأ أنا الروتين بتاعي. فأول حاجة طبعا بصحى طبعا أكل طيوري، وبطلع أنا أشم شوية الهوا اللي هم النقيين دول في الصبح. طبعا انت شوية الهوا وشوية النسيم دول لا يمكن أبدا هيضروكي، دول بالعكس هيفتحوا الشعب الهوائية كده ويخلوكي كده منتعشة طول اليوم. سبحان الله. ده يعتبر بيقولوا ان هوا اللي يطلع بعد الفجر ده، بيقولوا جاي من الجنة يعني، فبيبقى جميل. نزلت طبعا أكمل روتيني اليومي الجديد. وعملت صينية البيتزا للأولاد. أنا بص، الخميرة يا جماعة عشان تخمر معايا، فبحط الخميرة الفورية مع معلقة دقيق ومعلقة سكر وكوباية مية، فبتخمر بسرعة جدا. بعد ما خمرت طبعا عجنت العجينة، والعجينة خمرت وابتديت إن أنا أفردها في الصينية زي ما انتوا شايفين دي كده. آمم، بعد ما نزلت من عند الطيور وبدأت روتين اليوم الجديد أو روتين الصباح الجديد، روتين الفجرية. نزلت أنا عملت صينية صواني البيتزا للأولاد. أنا الأولاد عندي بيعشقوا البيتزا بالتونة، هي طعمها جميل جدًا، جدًا يا جماعة، أحلى من اللحمة والفراخ وأحلى من أي طعم. فهُم يعني جربوا مرة الفراخ ما عجبتهمش، فأنا على طول ماشية بالتونة، بيعشقوها بالتونة يعني. وزّعت التونة طبعًا والفلفل والطماطم، مش حاطة يعني، هي اقتصادية. بيتزا صينية، طريقة عمل صينية بيتزا اقتصادية سهلة جدًا من غير تكاليف يعني. الحاجات المتواجدة عندِك، ما حطيتش لا زيتون ولا جبنة موتزاريلا ولا أي حاجة. كل اللي أنا حطيته، شايفين البيتزاية طالعة بحتتها وجميلة جدًا. ما تحاوليش إنِّك أنتِ تطرّي العجينة، يعني خلّي العجينة سميكة معاكِ وخلّيها تخمر خمور كويس خالص، هتطلع معاكِ بالنتيجة الجميلة دي خالص. نتيجتها حلوة خالص وجميلة تحفة والله. زي ما أنتم شايفين أهي. تجيبيها ليه من برّه بأسعار خيالية وفوق ال200 جنيه وكده. الصينية كده أدي البيتزا بتاعتنا، أكيد هتعجبكم لإن طريقتها، لو عايزين طريقة الطريقة سهلة يعني، ما فيهاش حاجة صعبة. بس لو عايزة تعمليها دسمة ومش اقتصادية وعايزة تكلّفي، حُطّي عليها موتزاريلا براحتك يعني. بس أنا والأولاد بنحبوها كده يعني في المتاح، لإن ساعات ما يبقاش في موتزاريلا. آمم هنيجي النهارده على الروتين اليومي بتاعنا النهارده، بإن أنا جايبة طريقة جديدة لتخزين الرُمّان. الطريقة دي هتخزّني بيها الرُمّان لمدة عام كامل، واكتشفتها بالصدفة. طريقة جميلة جدًا تبهركم خالص يا جماعة. فأنا بُصّوا لقيت الرُمّان خلاص ابتدى ينفُذ، فجِبت كمية من الرُمّان. كل اللي أنت هتعمليه بس هتنشّفي الرُمّان من البلل أو من المَيّة أو الإتراب اللي عليه. نشّفيه كويس أو امسحيه كويس من أي بلل ومن أي أتربة. أي كمية أنتِ عايزة تخزّنيها، خزّنيها بقشورها زي ما هي كده. دي أفضل طريقة لتخزين الرُمّان بقشره، وهتفضل معاكِ طول السنة إن شاء الله. هتنفع معاكِ يعني لاستعدادات الشهر الكريم، شهر رمضان بإذن الله. للعصير، للأكل، والله هتلاقوها، والله العظيم مش هتصدقوا الطريقة، هتعجبكم وهتبهركم يا جماعة. الطريقة دي أنا جات معايا بالصدفة، وهاقول لكم إزاي جات معايا بالصدفة. أنا كنت السنة اللي فاتت عندي كمية كبيرة من الرُمّان. فرُحت يعني مجففاهم زي ما كده، ورُحت عاملة إيه بعد ما نشفتهم كلّهم، رُحت جايبة كيسين كده، كيسين ما فيهمش أي ثقب ولا أي حاجة. ونشّفت الدرج بتاع التلاجة كويس، ورُحت حاطة فيه الرمانات دول. قُلت لحد ما إيه، بس أهم حاجة وأنتِ الرمان اللي هتخزّنيه ما يكونش إيه يا جماعة، ما يكونش فيه فتحات، ما يكونش مفتح ولا فيه ثقوب ولا حاجة كده، ولا فيه عفونة ولا طريان ولا أي حاجة. فكمية الرمان اللي أنا خزّنتها دي حطيتها في كيسين، وحطيتها في الدرج بتاع التلاجة. أقسم بالله أنا يعني كل ما آجي أنضّف التلاجة كده أقول أمسكهم بإيدي كده ألاقيهم ناشفين، ألاقيهم ناشفين، فسِبتهم.
فجيت على رمضان أقسم بالله فضلوا فترة من شهر تقريبًا من شهر كانوا من شهر 11 والله كانوا من شهر 11 فضلوا لحد شهر كان رمضان السنة اللي فاتت في شهر 4 ما عارفة تقريبًا كده، والله يا جماعة لقيتهم زي ما هُم بالواحدة وما فيهمش أي بوظان، سبحان الله حتى الأكل بتاعه جميل جدًا، لكن الرمان اللي أنتِ بتخزّنيه في الفريزر لونه وطعمه بيتغيّر، حتى النكهة بتاعته بتتغيّر لإنِّك أنتِ بتفصّصيه حبوب، فهنا لونه بيتغيّر ما بيبقاش طازة، لكن الرُمّانة هنا القشور بتغذّيها فبتفضل البذور زي على طبيعتها زي ما هي كإنِّك لسه قاطفاها جديد، فجرّبوا الطريقة دي هتعجبكم جدًا، جدًا، جدًا. وإن شاء الله هتتبهروا بالطريقة، بس مجرد إن أنا نشّفت الرُمّان كلّه كده، واتأكدت إن هو بُصّوا كده هو فيه زي ما أنتم كده شايفين طقّات بس مش مفتوح يعني، أهم حاجة البذور ما تكونش ظاهرة يا جماعة، عشان لو البذور ظاهرة هيعمل إيه، ممكن يعمل عفونة معاه ويبوظ. بعد ما أنا جفّفت الرُمّان كلّه كده، هابتدي أحطّه في أكياس، كيسين، 3 عشان تتأكدي تمام التأكد إن ما فيش أي رطوبة ولا أي بلل ولا أي مَيّة هيحصّل الرُّمّان اللي عندي ده، خلاص؟ بهذه الطريقة اللي أنتم شايفينها يعني كُلّنا بنبقى حابين إن إحنا ناكل الحاجة طازة، ممكن نفتكرها في الشتا، في نهاية الشتا كده في رمضان، عايزين ناكل رُمّان، والله طريقة حلوة جميلة جدًا وهتعجبكم إن شاء الله هتشكروني عليها، بس أنتم جرّبوها وبعد ما تنشّفيه كده كويس حُطّه في أكياس وأحطّه في درج التلاجة تحت، مش في الفريزر يا جماعة، في الدرج التلاجة تحت فقط. بهذه الطريقة، بس أهم حاجة يكونش الرُّمّان ما يكونش فيه فتحات زي كده، أهي دي مفتوحة مثلًا مش هتنفع إن أنا أخزّنها، لكن هي سليمة لكن مفتوحة، مش عايزة أخزّنها أنا عشان ما تبوظليش الكمية كلّها. بس كده كل الكمية اللي فيها فتحات، فيها طريان كده هاستثنيها يا جماعة، ودي برضه فيها طريان تقريبًا، برضه يعني هاجنّبها من الرُّمّان، كل اللي فيه طريان، فيه فتحات كده مش هاخزّنه معايا. بهذه الطريقة يا جماعة هتاكلوا رُمّان إن شاء الله في عز الشتا أو في شهر رمضان الكريم بإذن الله، ربنا ينوّله لنا يا رب إن شاء الله، هتاكلي رُمّان كإنه جديد وكإنِّك لسه قاطفاه من الشجرة، بس واشكروني، يعني جرّبوا الطريقة وابعتوا قولوا لي رأيكم على الطريقة، ما تنسونيش باللايك والاشتراك والله. ما تنسوش اللايك يا جماعة والاشتراك عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو، أتمنى إنكم أنتم لو بتستفادوا من فيديوهاتي وخصوصًا الروتينيات، روتيني اليوم الجديد، روتيني الصباحي، أتمنى إنكم أنتم ما تنسوش اللايك عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو، يعني تكرُّمًا وتفضُّلًا منكم ما تبخلوش علينا باللايك، الله يبارك لكم. في نهاية الفيديو طبعًا خلاص كده إحنا نضّفت الرُّمّان كلّه، شايفين طبعًا الرُّمّانة أهي جميلة إزاي أهي. ما فيهاش أي سقوم، ما فيهاش متأكد إن ما فيهاش أي سقوم، ما فيهاش أي طريان، الحقي واشتريه قبل ما ينفذ لإن خلاص ابتدى يغلى، لو أنتِ عايزة تخزّني كمية لشهر رمضان عشان العصير وعشان يعني هتعملي بيها أكل والّا حاجات زي كده هينفع لِك خالص. خلاص يا جماعة كده اتأكدت أنا، هابتدي إن أنا أجيب الأكياس اللي هي هاخزّن فيها الرُّمّان وآمم بُصّوا كده يعني أنا زيادة تأكيد لإن عندي الرُّمّان فيه يعني هنا أنا جِبته في نهاية الموسم بتاعه، ففيه طَقّة شوية لكن مش فتحات، فهاحُط كام منديل ورقي في الكيس عشان يمتص أي رطوبة من داخل الأكياس بتاعتي. لكن أنا السنة اللي فاتت ما كنتش مخزّناه، بس ده زيادة تأكيد لإن أنا هنا الرُّمّان يعني فيه زي ما أنتم شايفين فيه طَقّة ليه الطَقّة دي ب ب من السكِّرة بتاعة الرُّمّان أو لإني خلاص الرُّمّان زيادة سِوَى في الرُّمّان يعني، فهاحُط المناديل دي بس عشان إيه، ما تعملش رطوبة داخل الأكياس، وهابتدي أربط الأكياس. أتمنى الفيديو يكون نال رضاكم وعجبكم حبايبي. وشرفوني دايمًا وقُلت لكم قناتي التانية قناة فكرة ووصفة، أتمنى أو أفكار ووصفات جديدة أفكار ووصفات جديدة، أتمنى إنكم أنتم تجربوها وتدخلوا على القناة وتقولوا لي رأيكم في الفيديوهات، في فيديوهات ممتعة جدًا وجميلة جدًا وأفكار جديدة. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه.
وأقول لكم في رعاية الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.